وهنا غنوصل لواحد الحاجه مهمه بزاف واللي هي التقييم السري اللي كيديروا فيسبوك واللي كيحدد نجاح اعلانك ولا الفشل ديالو. وهذا النظام كيتسمى سابقا الاد ريليفنس سكور وحاليا سميتو البيرفورمانس رانكين. وفيسبوك يعتمد في هذا النظام على ثلاثه العوامل الرئيسيه. ثاني تصنيف في هذا النظام هو تصنيف الجوده او الكواليتي رانكين، وهو اللي كيحسب كيفاش كيشوفوا المستخدمين الاعلان ديالك. الا الناس بداو كيخفيو الاعلان ديالك او كيبلغوا عليه او على الصفحه ديالك في فيسبوك كيخفض التصنيف ديالو، ولا الاعلان ديالك كيحسوا به الناس انه سبام او مشبوه ففيسبوك غادي يوقفوا نهائيا. واحسن طريقه باش تحسن الكواليتي رانكين ديال الاعلان ديالك هو قبل ما تطلقوا نشروا بطريقه عاديه في الصفحه ديالك في الفيسبوك. وهنا كندوي على الناس اللي جمعوا سابقا متابعين في الصفحه ديالهم من خلال محتوى او اعلانات سابقه، او الا كانت الصفحه ديالك جديده فنشروا في الصفحه وبارطاجي في الجروبات ديال الفيسبوك. خلي البوست ياخذ تفاعل طبيعي لمده 24 حتى 48 ساعه، ولا حصل على شويه ديال التفاعل حولوا الاعلان ممول. بهذه الطريقه غادي تخلي الفيسبوك يعتقد ان الاعلان ديالك هو بالفعل محتوى فيرال وعالي الجوده وغينشروا بقوه. وحاجه اخرى مهمه بزاف، فيسبوك دائما كيفضل الاعلانات اللي فيها نقاشات في التعليقات، فلذلك جاوب على كل تعليق باش تحافظ على معدل التفاعل المرتفع. ولا لقيتي كاع ان الاجوبه ديالك تكون مكتوبه بطريقه كتزيد تحفز الطرف الاخر باش يجاوب، فهنا غنضمن لك واحد التفاعل رهيب وواحد الريتش خيالي. وثالث تصنيف في هذا النظام